السلام عليكم ومرحبا بكم في البرنامج جديد واللي هو دير الدرس في ودنيك اللي كيعتمد على طريقة الفهم والحفظ غير بالسمع، يعني غير دير اللي كيت وتكون سونطرا معايا. نبداو باول درس واللي هو العالم غادات الحرب العالمية الاولى، يعني الغد ديال الحرب العالمية الاولى اشنو طرا فيه. فما بين 1914 حتى 1918 كانت حرب تسمات بالحرب العالمية الاولى، تحاربوا فيها بزاف ديال الدول داخل اوروبا وخارج اوروبا. فشنو هما اسباب ومراحل الحرب العالميه الاولى، وشنو هما ظروف مؤتمر الصلح، وشنو هما اهم بنود اللي كانوا فيه، وشنو هما التحولات الاقتصاديه والسياسيه والترابيه بعد الحرب العالميه الاولى. اول حاجه فالدول اللي متحاربين واللي كانوا في الحرب العالميه الاولى هما دول المركز، ودول المركز هما المانيا، الامبراطوريه النمساويه المجريه، والامبراطوريه العثمانيه. اما دول الوفاق او الحلفاء فهما فرنسا وبريطانيا وروسيا، وموراها غتجي الولايات المتحده الامريكيه، وداك الشيء غنعرفوه في مراحل الحرب. فبالنسبه للسؤال الاول اللي هو ما هي مراحل الحرب العالميه الاولى. مراحل الحرب العالميه الاولى، اولا الحرب العالميه الاولى تقسمت لجوج ديال المراحل. المرحله الاولى من 1914 حتى 1917 كانوا كينتصروا فيها دول المركز بقياده المانيا. اما المرحله الثانيه من 1917 حتى 1918 غتخرج روسيا من الحرب حيت كلات العصا ديال بصح، وكانت عندها ثوره وسط البلاد، وغتدخل بلاصتها الولايات المتحده الامريكيه، وغتقلب القصه وغيوليو دول الوفاق هما اللي كيربحوا، واللي هما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. ونقدروا نقولوا حتى الطليان كانت رابحه في الحرب العالميه الاولى، فهي ما كانتش خاسره والو في الحرب. وفي الاخر غتسالي الحرب بانتصار الحلفاء او الوفاق. فعندنا دول اللي خسروا هما المانيا، النمسا المجريه، والامبراطوريه العثمانيه، وبلغاريا. فهنا نجاوبوا على السؤال الثاني، هما ظروف اللي خلات مؤتمر الصلح ينعقد. فهي فسالت الحرب العالميه الأولى غيجي مؤتمر السلام واللي كان في باريس 1919 مورا الحرب، والهدف منه هو يتصالحوا الدول ما بيناتهم. ولكن اللي كان كيقرر وطاغي على المؤتمر هما الدول اللي ربحوا في الحرب العالميه الاولى، اللي هما فرنسا وامريكان وايطاليا وبريطانيا، من غير روسيا اللي كانت خرجت من الحرب وناضت عندها ثوره وسط بلادها في 1917. فهذا المؤتمر اللي هو مؤتمر الصلح فرضات معاهده فيرساي على المانيا. ففرنسا كانت بغات المانيا تضعف ديال بصح حيت خافت تطلع اقتصادها دغيا وتعاود شي حرب اخرى. نتوما عارفين الالمان ما كيتفاكوش، وفرنسا حيت كلات العصا عندها عليها بغات تضعفها. ولكن بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه كانت عندهم هضره اخرى، واللي هما انهم بغاو توازن القوى في العالم. اما بالنسبه للبنود اللي كانوا في هذه المعاهده واللي هي معاهده فيرساي، ان المانيا ينقصوا لها الجيش تبقى عندهم غير 100 الف جندي، وترجع منطقه الالزاس واللورين لفرنسا، وتخلى المانيا على الدول اللي استعمرت ورا البحر، ودفع عليهم المانيا غرامه ماليه كبيره. شرع الدل هبط على المانيا. فهذا الشيء في معاهده فيرساي. اما معاهده تريانون وسان جيرمان تفرضت على الامبراطوريه النمساويه المجريه، ففي البنود ديالها تفصل هنغاريا على النمسا، وينقصوا لهم من الاراضي ديالهم للدول اللي انتصروا في الحرب، وينقصوا لهم حتى هما في الجيش ديالهم. وموراها غتجي معاهده الصفر في 1920 واللي تفرضت على الامبراطوريه العثمانيه، ففكوا فيها الامبراطوريه العثمانيه. واهم البنود ديال المعاهده ان الامبراطوريه العثمانيه غتخلى على دول المشرق العربي فرنسا وانجلترا باش يفرضوا عليهم الانتداب واللي هو استعمار غير مباشر. دابا غندوزو لشنو هما التحولات الاقتصاديه والسياسيه والترابيه والبشريه بعد الحرب العالميه الاولى. ففي المجال الترابي ما بقاتش شي حاجه سميتها الامبراطوريه، بحال الامبراطوريه العثمانيه رجعت تركيا، والامبراطوريه النمساويه المجريه رجعت النمسا والمجر بوحدها، وغيبانوا دول اول مره بحال تشيكوسلوفاكيا يوغوسلافيا، وغيتنقصوا مساحات ديال الدول اللي خسروا في الحرب، عكس الدول المنتصره غتزاد مساحتها بشكل اللي كبير. اما في المجال الاقتصادي تدهور الاقتصاد الاوروبي، حيت لو لقيتها قبل الحرب كانوا الدول كيخسروا فلوسهم غير في السلاح. مورا الحرب تدمرات اوروبا وتدمرات بنيتها التحتيه، والمصانع حتى هما تدمروا، والحقول تحرقوا. يعني اي خصهم يبنيو اقتصاد جديد، ولكن الفلوس اللي خسروا في الحرب وباش يشريو السلاح ما بقاوش عندهم، يعني ما غيكونش عندهم باش يبنيو اقتصاد جديد. يعني شنو غيديروا؟ غيضطروا يتسلفوا الفلوس، وبانوا دول باقتصاد طالع بحال اليابان والولايات المتحده الامريكيه. وانت غتسولني غتقول لي الولايات كانت مشاركه في الحرب علاش ما تضررتش بحال الدول الاوروبيه. انا غنقول لك الامريكان كانت ديما كتحارب خارج الارض ديالها، وكانت هي من دوك الناس اللي كيبيعوا الاسلحه، داكشي علاش ما تضررش الاقتصاد ديالها. اما بالنسبه لليابان فما كانتش مشاركه في الحرب، وفاش كانوا الدول كيتحاربوا هي عمرت الاسواق بالمنتوجات الصناعيه وكتبيع وتجمع في الفلوس. اما بالنسبه للتحولات البشريه فكانوا بزاف ديال القتلى والمعطوبين والجرحى. اما التحولات السياسيه فبانت عصبه الامم كان الهدف ديالها اقرار السلم العالمي ويحلوا الدول المشاكل ديالهم غير بلاتي هي احسن وبلا سلاح. وجا مبدا للرئيس الامريكي
ميكي ويلسون، واللي كيقول فيه ان اي شعب عنده الحق يقرر مصيره بنفسه. زعما الشعب عنده الحق يقرر واش يتستعمر ولا يتحرر ولا يدبر راسو. خلاصة القول، دوك معاهدات الصلح غير خلات توتر العلاقات ما بين الدول، وغتنتج على ازمات اخرين وغنهضروا عليهم في الدروج الجايه. وقبل ما نسالي بغيت غير نقول لكم هذا الدرس ديجا درتو شحال هذه فيديو، فلا بغيتي فيديو غتلقى اللين في الوصف، ولا بغيتي تسمعوا ها انت دابا كتسمع فيه، وها نتوما تما اردوا الريق.